هاي محمد، عامل ايه؟ ممكن تحكي لنا عن تجربتك في الريل ستيت؟ تمام، انا محمد عدنان، شركه عدنان جروب. انا ابتديت من 2016. انا كنت شغال في الاول خالص معايا شاب واحد. احنا كنا بننزل نجيب الداتا من الشارع عادي جدا، لحد ما احنا دلوقتي بقينا 3 فروع، معايا حوالي 40 سيلز في المهندسين. واساس شغلي دلوقتي الرينت والريسيل في منطقه المهندسين والدقي والعجوزه. ايه اللي خلاك تركز اكتر حاجه في الريسيل؟ بص، انا حبيت شغل الريسيل لان فيه مصداقيه اكتر مع العميل. ان العميل بيجي يتفرج على اليونت بتاعته ارض واقع، على العماره بتاعته، العائد بتاعها كويس جدا، الايجار عندنا في المهندسين عالي بينفع استثمار، واعاده البيع بتاعتها سهله برضو لان منطقه المهندسين منطقه حيويه والخلايجه كلهم بيحبوا المنطقه دي. فالسعر عندنا برضو الزياده بتاعته عاليه جدا. هو احلى شويه من شغل الاوف بلان لان الريسيل والعائد والايجار كله ممكن تعمليه في نفس الشهر. ميزه عميل الريسيل في ان انت تقدري تشفتيه برايمري بسهوله جدا، بما انه جرب معاكي الاستثمار وجرب انه يكسب من وراكي فلوس وجرب معاكي الاند يوزر بتاع الشغل بتاعه. لان انا كشركه عندي شؤون قانونيه بخلص العميل ورقه من A to Z، وعندي قسم تشطيب برضو بشتغل للعميل ان هو يشطب اليونت بتاعته، واحنا كمان اللي نعمل له بيها ريسيل او نأجرها له تاني بالعائد اللي هو بيبقى محتاجه. كنت بتوصل للكواليفايد ليد ازاي؟ كواليفايد ليد انا بدات اشتغل على الماركت طبعا زي ما قلت لك في الاول من 2017. الليد انا جربت كل البلاتفورم في الاول، من اول الوسيط وده حاجه تقريبا ما حدش عارفها دلوقتي في الماركت، لحد البلاتفورم المشهوره جدا طبعا كلنا عارفينها هم 4 أو 5، لحد ما قدرت اوصل لليد سمارت دلوقتي ان هو بقى اسهل اوفر ارخص. هو بيريحني في حته واحده بس، ان انا ما عنديش قسم ماركتنج كامل بيشتغل عليه. انا بخش على الموقع اعمل اعلان واحد بيفضل شغال لمده اسبوع يجيب لي ليد يكفيني لحد اخر الشهر. هل دلوقتي تقدر ترشح ليد سمارت للناس تانية اللي شغاله في الريل ستيت؟ طبعا بعد ما جربت البلاتفورم لمده اكتر من 4 سنين تقريبا انا شغال على البلاتفورم كلها، كانت النتيجه بتاعتهم بتوصل لي بطيئه شويه. لكن ليد سمارت انا بعمل اعلانين بس، شغل التيم كله لمده شهر كامل، ان بيشتغل كمان ريسيل، ولعميل الريسيل بنشفته لعميل برايمر. فانا اقدر اقول لكم بقوه جدا حط فلوسك كلها في ليد سمارت، علشان انت حتى لو سيلز بتبتدي انت ممكن تشتغل لوحدك.